مرحبا وأهلا وسهلا معي بفيديو جديد. حتشوفوا معي هون الرحلة بلشت لأبو ظبي طبعا بالعطلة رأس السنة. المدارس عطلت اتأخرت يعني رحلتي أنا لأسباب معينة. اضطر فيها زوجي يسافر قبلي، ولكن أنا يعني كنت مجهزة حالي إني أسافر قبل بوقت، بس للأسف زي ما قلت تأخرت رحلتي كم يوم، فقلت عدد أيام الرحل لأنه إحنا ملزومين هون بألمانيا بأيام معينة. حسب عطلة المدارس ما بيصير يعني تكون العطلة أو الإجازة أطول من المحددة رسميا يعني. هون هاي الطيران أول مرة بسافر فيه، بس إحنا سافرنا هون من مطار نورنبرغ لأنه هاي المدينة يعني تبعتي، فالحلو فيها إنه هون جنب البيت يعني مش بعيد كتير المطار، وبنفس الوقت الطيران هاد بيروح دايركت لأبو ظبي. كان عندي شوية يعني شكوك وشوية ملاحظات وتخوفات من موضوع الطيران هذا، لأنه أول مرة بسافر فيه. زمان بصراحة ما كنت أنتبه ولا يهمني ولا أفكر كتير بالموضوع، بس هلأ كتير يعني بقرأ عن موضوع الطيران وبشوف فيديوهات، ما بعرف ليش هوس يمكن جديد. على العموم طبعا الرحلة كانت بالليل، وهذا الشي منيح عشان الصغار يناموا، بس ما كان كتير مريح لأنه هاد الطيران يعني كله درجة واحدة، يعني ما في درجات، درجة أولى درجة تانية، وهذا الشي ما بيهمني بصراحة، بس إنه الكرسي ما فيه مساحة لقدام إنه الواحد مثلا يمد إجريه ياخد راحته. ما في مثلا تخت لبيبي وغيره وغيراته يعني. مجرد حشي ركاب. الاويرو وينكس، مش الاويرو وينكس، عفوا السمارت وينكس، هاي طيران تشيكي، تابع يعني بشكل أو بآخر لطيران الاتحاد. وبيروح مباشرة لأبو ظبي من جديد زي ما قلت. هاي الطيارة عبارة عن بوينغ 737 ماكس 8. طبعا أنا قرأت عنها إنه هي أكتر طيارة يعني على ما أعتقد يعني إنه فيها مشاكل. بصراحة هذا الشيء خوفني كتير، لأنه عمري ما سافرت فيها، هي أول مرة بسافر بوينغ 737 ماكس. آه، سافرت قبل هيك ببوينغ، بس كلهم كانوا ضخمات تابعين للاتحاد. الإماراتية بتستخدم الإيرباص أكتر شيء، بس الاتحاد بتستخدم البوينغ 777 مثلا أو 747. هدول الطيران الضخم أكتر يعني. المهم ما علينا، توكلت على رب العالمين، يعني دائما الاتكال على الله، والله يحمي لي يعني ولادي، هذا كمان أهم شيء. وأنا كنت مسافرة لوحدي، فبتعرفوا إجراءات السفر وأطفال ويعني كان في شوية تعب، بس الحمد لله يعني الله قدرني إني أكون يعني مع الولاد وأدير بالي عليهم. خاصة إنه بنتي يعني صغيرة كتير، فدائما يعني الحمد لله يعني إنه قدرت إني دائما خليتها دائما بحضني ونيمتها. طبعا البيبي لما يكون بحضن الواحد لا، في له حزام معين لازم ينحط ما بين الأم والطفل حتى يضل ماسك. طبعا دائما كنت أنا مربطة الأولاد حتى وهم نايمين، مش مربطيتهم يعني محزميتهم. حاطة حزام الأمان تبعي وتبع الأولاد، بتعرفوا لأنه في بيصير مطبات هوائية والشغلة يعني. بس ما بصراحة الرحلة وإحنا رايحين الحمد لله مشت كتير حلو. والله يسرها يعني وقضينا أغلب الوقت يعني ننام ونصحى ننام ونصحى، بس كتير كانت متعبة يعني. والحمد لله وصلنا هون. أول ما نزلت من الطيارة كنا بعدنا بالمدرج يعني اللي بدخلنا على المطار، ومطار طبعا أبو ظبي الدولي. والحمد لله يعني كانت الأمور تمام، مع إنه شوية طريقة نزلته كانت مش كتير حلوة يعني، بس بعد هيك عرفت إنه هم لازم يعملوا هيك بسبب أسباب اقتصادية يعني. على العموم رحنا على طول على الفندق. كنا حاجزين بالكونتيننتال هوتيل
بأبو ظبي. الحلو فيه إنه بنص أبو ظبي. إحنا كنا قبل ما يتغير شوي مجريات السفر كنا حاجزين بشقة فندقية فيها مطبخ وحمام وغرف، فكان يعني كان الوضع ممكن بالنسبة إلي كان أحسن. بس لما شفنا إنه الإجازة قصيرة قلنا يعني ما رح نحتاجها كتير، غيرنا الفندق وحجزنا هوتيل عادي سويت كامل يعني كبير بيوسعنا كلنا. وحلو إنه إطلالته على أبو ظبي الكورنيش، وقريب من كتير من المحلات اللي أنا بحبها. هذا كان أحسن شي يعني بصراحة بالنزلة هي، إنه قريب من المحلات. كنت أتمشى أنا وابني دائما. هلأ راح تشوفوا شوي يعني فيديو العطلة هاي. راح أصور، يعني ما صورت كتير للأسف، بس أنا صورت شوي يعني اللي بقدر عليه. راح أقسمه على قسمين، هذا الفيديو وفي فيديو جاي وهو الفيديو النهائي والأخير. على فكرة يعني بس آخر لقطات الطيران هاي صورتها. قبل هيك طبعا الدنيا عتمة يعني ما كان في مجال إني أصور كتير. هون مدخل الفندق طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله، يعني الاحتفالات يعني لسه أكتر من هون من ألمانيا، وهالشي طبيعي يعني. هاي بهذا الوقت دائما هم بيعملوا هاي الزينات. طبعا هون كنت مبكتة الهدايا قبل بوقت، وكنت عطيتهم لزوجي لما يوصل يسلمهم. طبعا ما عدا هدية واحدة أنا كنت مصمميتها عند صديقة إلي كتير بعزها. راح أحط لكم رابط اللينك تبعها، فيها تعملكم أي ديزاين أنتم بتحبوه لكل المناسبات. طبعا الحلو فيه انه هي يعني الديزاين شو عبارة عن شوكولا، رح تشوفوا هلا. يعني طبعا هون هدول الهدايا انا غلفتهم بايدي، اخذوا معي كتير وقت، بس انا كنت حابة يعني. انا زوجي قال لي خلص حطيهم بكياس هدايا بكفي، بس انا اصريت انه يعني اني احطهم بوراق. هاي الهدية اللي هي عملت لي اياها، بس انا صممتها يعني. صممت الصورة، الديزاين، الصورة يعني الشكل. ولكن الإطار هاي كله هي عملته. الشوكولا طبعا برضه هي من عندها، وهي اللي بتعمل كل إشي. ف يعني كتير كتير حلوة، أنا حبيتها كتير. آم، ال يعني طبعا أنا اشتريتها منها، يعني مو إنه مجانا. اشتريتها منها، بس يعني بتعطيكم أسعار كتير حلوة، فيكم تتواصلوا معاها. على العموم يعني إنه حبيت أعمل هذا الديزاين لأنه أهل زوجي عمي وعمتي كانوا بالعمرة، فحبيت إني أعمل شي مميز بيختلف عن الهدايا التانية يعني اللي دائما بنجيبها. فحبينا إنه نحط هاي الأشكال، وهاي استخدمت اللون الذهبي بناسب الكعبة يعني الديزاين كله بشكل عام. بعرف يعني أنا يعني نيالهم فيي، عارفة والله عارفة، بعرف شو بدكم تقولوا. على العموم هون شوية مشتريات. هي أول مشتريات طبعا. اسفنجات هاي قعدت تلعب فيها بنتي، أنا كنت بحاجة لكم اسفنجة فرحت اشتريت اسفنجات، ولقيت هاي اللعبة اللي كتير 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 كيوت وحلوة. هون كان يعني أجواء راس السنة. هلأ رح تشوفوا معي بعض الأشياء طبعا. واللي يعني اللي عملناه هون كنا ناخد الأولاد يلعبوا كمان بصراحة. واشتريت نظارة من أبو ظبي، كنت بحاجة إلها. هذا العطر باسم بنتي، فملطف جو، حبيت أجيبه بس للاسم يعني. وهون روج كتير كتير حبيت الألوان تبعه للخدود، وآي شادو باليتة حبيتها الألوان اللي فيها. أنا هاي الألوان اللي كتير بحبها، يعني الدرجات البني والألوان هاي. والحلو فيها إنه فيها هايلايتر، وفيها برونزر، فيها روج، فيعني فيها كتير شغلات. طبعا كنا دائما نتمشى بالليل مثلا، نشرب شي برا. كنت أتمشى أنا وابني زي ما أنتم شايفين هون من الفندق للمحلات اللي
اللي حوالينا. يعني كنت أروح أتسوق على راحتي، يعني بنتي تكون نايمة فأطلع أجيب الأغراض اللي لازمتني، لازمة ولادي، لا يعني شي حابة إن أتفرج عليه. كنا نطلع نتمشى أنا وابني، نشتري شي نشربه، نروح ناكل آيس مثلا. يعني كنا هيك نستكشف. بصراحة حلو لما يكون الواحد بمدينة تانية جديدة، يعني يتمشى فيها هيك بدون سيارة بدون شي. وأنا عندي يعني خبرة بالبلد شوي، فما بضيع يعني. وغير انه تليفوني معي، وكنت منزلة الاوفلاين ماب، فهذا الشي كتير منيح، يعني بيساعدكم انه انتو تتحركوا براحتكم. هون بعد ما خلصنا جولتنا رجعنا على الفندق، كان في مقهى حبينا نشرب شي انا وابني قبل ما نطلع على الغرفة، ويعني نستعد للرحلة الجاية او السهرة الثانية. هون كان ابني يعني رايح، رحنا على المينا. هاي الرحلة راح تشوفوها، راح أصور لكم إياها بالفيديو الجاية، بس حبيت إني أورجيكم شوي منها. رحلة طلعناها تقريبا بالصحراء بمكان بيودي لفيلا، يعني كنا معزومين عليها، استأجروها ليوم كامل يعني لتاني يوم نبات فيها، فرحنا العيلة كلنا. راح تشوفوها بالفيديو الجاي. هون بليلة راس السنة زوجي كان معزوم انه يروح مع اهله واخوانه على حفلة، ويتركنا يعني انه يروحوا هيك طلعة شبابية لحال. بس يعني الله يخلي لي اياه، قال انه لا يعني حاب انه يعني نكون مع بعض بهاي اليوم، وبعدين هو بيروح يسهر عند اهله. وانا قلت له بصراحة خلص انا يعني ما بدي اروح على شي مكان، خلص جنب الفندق بتمشى شوي مع الاولاد وانت روحي، يعني ما تسأل، ما في مشكلة. بس هو اصر نكون مع بعض، يعني الله يخلي لي يا رب. يعني انا بصراحة حبيت اني اتمشى على الكورنيش جنب الفندق يعني تبعنا، ما حبيت انه يكون في اي فعاليات او اي شيء بسبب الظروف اللي عم بتمر فيها، يعني فلسطين واللي بيصير، يعني بصراحة شيء كتير مؤسف. ولكن يعني أنا قلت مشان الصغار حبيت إنه هم يشوفوا الألعاب النارية، لأني أنا شايفيتها قبل هيك بمرات تانية يعني. المهم كان الاقتراح انه نحن نروح على الحديرات او الحديريات اسمها. برضه هو عبارة عن شط هناك بيعملوا فيه ألعاب نارية. يا ريت ما رحنا، كان اقتراح كتير سيء بصراحة للأسف. يعني أولا ضيعنا وقت كتير كبير، صحيح صار في شوية مفرقعات، ولكن أولا كان في نسبة هنود كتير كبيرة ما شاء الله عنهم، يعني محتفلين وعاملين لي دي جي وجايبين لي يترقصوا ويغنوا، ولا كأنه في أي شيء، عدم مبالاة. طبعا معروف الهند أصلا بيروحوا بيحاربوا مع اللي بالي بالكم، وموقفهم سيء. وأنا لو أنا علي ولا بخلي ولا هندي، طبعا إلا من رحم ربي يعني من المسلمين منهم، ولكن هم جدا سيئين بصراحة. فعلتهم كتير يعني مقززة، منظرهم مقزز. كنت أنا ماشية وعم بسبسب عليهم بصراحة. على العموم آه مشينا، يعني بعدنا شوي هيك على جنب، يعني هيك وقفنا على الشط. كنت حابة إنه مثلا طعم الولاد شي، شربهم شغلة عملة كذا. بس كان الروحة كلها هيك سريع سريع، وانا بكره شيء اسمه سريع سريع. بحب يكون كل شيء منظم، مكان انا عارفة وين اروح عليه، شو اعمل، شو اساوي، شو اقعد، وين اقعد، شو اكل، شو اشرب، خاصة معي صغار وحابة انه هم يغيروا جو. فعلى العموم وقفنا على جنب واتفرجنا شي 5 دقايق يمكن كانت هاي الألعاب النارية، وانتهى كل شي ولا كأنه في شي. بعديها علقنا بأزمة سير، يعني فوق الساعة نحن بس بالسيارة، لا فينا نرجع ولا فينا نقدم، ما في غير طريق واحد بمر الواحد من جسر وبعدين بيروح على أبو ظبي. وما في، يعني ما في طريق تاني. أنا والولاد نمنا، ما يعني كان الوقت متأخر وما في يعني ما في مهرب من المكان، يعني كتير عن جد تعبنا.
والاقتراح كان سيء. يعني كنت أنا حابة إنه مثلا أقضي وقت مع العيلة شوي، ناكلنا شغلة، نشرب شغلة، بما إنه هي إجازة رسمية، يعني فرصة إنه نجتمع، نتفرج هيك 5 دقايق لما يصير الألعاب النارية وخلص كل واحد يروح. مثلا أنا أخذ أولادي يناموا لأنه الوقت تأخر، يعني أنا ما بسهرهم برا، يعني ماكسيموم 9 10 لما يكون في إجازات نكون بالتخت يعني كلياتنا. بس طبعا زوجي بيروح بكمل سهرته عند أهله وأنا بضلني مع الصغار. بس يعني علقة الرجعة هاي اللي عشناها يعني، ونومتنا بالسيارة يعني قديش كانت متعبة. مش عارفة على شو الأزمة بصراحة. أنا ما كنت أفهم إنه يعني أوكي في كمية سيارات كبيرة وناس كتير، بس أنا هون يعني بألمانيا إحنا مش متعودين على الشي هذا. يعني بصير في أزمة بس مش إنه لدرجة. يعني أحيانا هون بتعطل الأوتوبان بيوقف السير، بس حتى لو بعطلة الأوتوبان وبحوادث السير ما بيوقف الواحد شي ساعة يعني على الطريق، فوق الساعة. والطريق ماشي، مو انه في عطلة او في شي. مش فاهمة انا بصراحة ليش هم واقفين، يعني ليش ما عم بتحركوا. على العموم يعني مشت الليلة والحمد لله. يعني على كل حال شو بدنا نعمل، يعني هذا اللي صار. مع انه انا زي ما قلت كنت حابة انه جنب الفندق تبعي اتمشى لي هيك 5 دقايق اتفرج على الالعاب النارية، زوجي يقضي باقي السهرة الليلة يعني مع اهله، وانا خلص روح نام مع الولاد. يعني بصراحة لانه يعني الاوضاع مش مساعدة كتير، والشغلة مش انه احتفال. مع انه يعني لو تشوفوا يعني هناك الناس اللي طالع يحتفل لي عند حفلة ما بعرف مين، وفنان الأبصر مين بغني، والأبصر مين شو عاملين، ويعني فعاليات يا سلام. بصراحة شيء مش حلو أبدا أبدا أبدا. عدم المبالاة هاي من كثير من الناس. يعني طبعا هي البلد سياحية جدا، فما فيكم تعمموا انه تقولوا هاي بلد يعني بس مسلمة، فيها ملات كبيرة. والغريب بالموضوع انه انا يعني عن جد بشتهي اشوف حدا من اهل البلد، يعني من الاماراتيين. بشتهي عن جد، ما في حدا، ما بتشوفوا حدا. على العموم يعني هذا اللي صار. أنا بتفهم إنه كدولة يعني لازم يعني تفتح شوي يعني تترك الناس على راحتها. بنفس الوقت يعني أنا بشوف في أشياء يعني من الناس نفسها مش حلوة يعني. بس بصراحة يعني لاحظت كتير شغلة هيك بردت على قلبي وحلوة. المقاطعة شغالة، المقاطعة عن جد شغالة، والناس اللي هناك الله يبارك فيهم، كل حدا مقاطع يعني عن جد الله يكتر خيره. أو يعني يقوينا على انه نحنا نهز هذا الاقتصاد اللي عم بدعم قتل اطفالنا. الحلو لاحظته انا لما بتفوتوا على محلات. انا ورجيتكم هلا لقطة من محل اسمه اس اف سي، مش كي اف سي وانما اس اف سي. ففي بدائل، يعني البدائل على الكي اف سي، بدائل على الماكدونالدز، على البرجر كينج، كله إله بدائل. في ناس بصراحة ما بعرف كيف بتفكر، بتقولك إنه مش مقاطعين ومش ما فيش داعي وأكل هوا وحكي فاضي. بصراحة أكل هوا هو عدم المقاطعة. نحن منأثر كتير، خاصة لو قاطعنا ولو ماركة واحدة، لو شغلة شغلتين كل حدا يقاطع يعني. وخاصة الأشياء الأساسية والرئيسية، هاي المطاعم اللي أصلا غير صحية، المشروبات الغازية هاي اللي أصلا مضرة. وعلى فكرة في كتير بدائل هناك بالإمارات، صحيح صعب شوي مش مثل هون بألمانيا. هون كل محل له ماركته الخاصة فيه. هناك للأسف ما في كتير، بس في محل مثلا عندكم اسمه فيفا، للناس اللي عايشة هناك اسمه فيفا سوبر ماركت. هو هذا السوبر ماركت فيه بضائع خاصة فيه، بضائع بديلة عن النوتيلا، عن الكولا، عن غيره وغيراته.
طبعا حتى أنا ابني كنت يعني مفهميته إنه هذا الشي ما في، هو إحنا في مقاطعة ودائما أنا وياه بندور على بدائل. يعني الأطفال بتفهم وتستوعب، وكتير حلو تعلموهم المبادئ من هم وصغار. اللي بيعيش وبتربى على بدون مبدأ صعب يعني نحن نيجي بعدين بس يكبر نقول له والله قاطع. يعني لازم الأساسيات تتأسس من الطفولة. يعني أنا هاي الأشياء تشربتها وتأسستها من طفولتي، بشوفتها كنا نطلع مظاهرات وإحنا بعدنا بالمدرسة الابتدائية. فهذا الشيء لازم يتعلمه الطفل. طبعا بدون ما ندخله بمواضيع سياسية كتير ونوجع راس الأطفال بالموضوع، بس لازم يكون في مبدأ إنه هذا الشيء ما بيصير، هذا الشيء في أطفال كتير عم بتموت بسببه، لازم نحن ننتبه. فكان في بدائل، فبدائل موجودة بكل مكان، ما حدا ما في إله يعني ما حدا إله حجة. وزي ما قلت أنا لاحظت بصراحة إنه في مقاطعة وشغالة ما شاء الله يعني على الناس كتير كتير، شغلة بترفع الراس بصراحة. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. اليوم يوم الجمعة، إن شاء الله جمعة مباركة لكل المسلمين، والله يفك أسر وأزمة الفلسطينيين من اللي هل عم بيصير فيهم، ويكون معاهم يا رب، وينصرهم ويقويهم ويحفظهم ويحميهم، يحمي أطفالنا، وياخد بيدهم، ويكون يعني هيك الملائكة محوطيتهم من كل الأماكن، ويعم السلام بكل البلاد المسلمين بصراحة. يعني بتمنى يكون الفيديو عجبكم. إلى اللقاء بفيديو جديد.